السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل متابعي أنوار فلوج. اليوم جاتكم في فيديو جديد دائما وأبدا من قلب الحدث ومن دولة الحلم. البارح راني ببليت فيديو على الكيت باختصار، ولكن كاين ناس مش فاهمة الأمر وكاين بعض التعليقات السلبية. أنا راح نوضح لكم الأمر أكثر. ما تعرفوا، راه أنور فلوج راه لا يتكلم من وحي الخيال. لازم تفهموا أن الأوكيتياف، نبداو بالأوكيتياف. الأوكيتياف هذا راه في غالب الأحيان يعطوه للناس اللي راهم دارين دوسي في بريفكتير على دومون تاع كارت ريزيدونس. هاد الناس يعطوهم كيت مرفق ب 30 يوم، يجي فيه كات تاع لي باج من 4 أوراق. هذا باه تكيتي التريطوار الفرنسي في 30 يوم. هاد الناس ديروا في بالكم ان اي انسان راح يقدم على دومون تاع كارت ريزيدونس في البريفكتير راه اكيد راه عنده لادريس وعنده يعني كل المعلومات اللي تثبت الهويه تاعها طبعا. لذا هاد الناس ديروا في بالكم بعد ما يعطوه هذا الاوكيتياف راح يتسنيالا عند شرطة الحدود، عند لابوليس، عند الجندارم. هذا يبقاو يتبعوا فيه حتى يخرجوه من البلاد. حنا رانا نعرفوا راه الكيت هذا راه مدة تاعه راه سنة، لكن لازم تفهم ان عندك الحق دير ركور عن طريق المحكمة، طبعا عن طريق محامي او عن طريق الزواج. اذا تزوج طبعا راح يسقط، لان هذا قانون فرنسي طبعا. او تقدر دير ركور عن طريق المحكمه. لكن الكيتياف راه مختلف عن الاوكيتياف. الكيتياف راه عباره عن كيت، ولكن ما عندهاش مده زمنيه معينه. قادر كما هذوك الناس مثلا اللي يخرج من الديبو وعنده كيت، ومن بعد يزيدوا يحكموه لابوليس، يزيدوا يبصموه، يزيدوا يعطوه كيت. كاين الكيت هذا يعطوه في الغالب لخاوتنا الحراقه. قادر انا نعرف شحال من واحد في 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 في, في شهر يكون عنده 3 ولا 4 تاع لي كيت من هذا النوع. لازمنا نعرفوا ان النوع الاول تاع الكيت هو في غالب الاحيان يعطوه للناس اللي راهي دايره دوسي في البريفكتير. النوع هذا الثاني تاع الكيت راه في غالب الاحيان يعطوه الحراقه، هكا يحكموه من لا بوليس، يديروا لا فيريفيكاسيون تاع بابي، يبصموه ويطلقوه. لذا هنا راه كاين اختلاف، ولازمنا نفرقوا ما بين الاوكيتياف وما بين الكيت. لان الاوكيتياف راه عندهم لادريس تاعك، يعرفوا عليك كل شيء. لهذا راح يخرجوك خروج بطريقه تعسفيه. وديروا في بالكم ان خلينا من هذوك الناس اللي يقول لك راه غير عام ويسقط. احنا رانا عارفين غير عام ويسقط، ولكن يا اخي يا اختي راه كاين ناس بعد ما يخدم كل شيء هنا ويدير كاع البروسيدير يروح يرجع لفرنسا ولا اخر. انتم فاهمين واش راني نهضر؟ على كل حال احنا نتمنى والناس ما يطيحوش في هذوكا. نتمنى ان الانسان كي يجي هنا للبرتغال يريح في البرتغال مده ماهيش طويله وكل شيء، ولكن لازمنا نوضحوا الامر من كل الزوايا حتى تتضح الصوره ان شاء الله. المهم قلنا الكيت ايضا هذا الدوزيام تقدر عادي، تقدر حتى انت دير ركور عادي جدا، ولا تقدر مثلا قال اخويا درت ركور ومن عن طريق المحكمه وما قدرتش تقلعه، تقدر تخرج وتعاود ترجع تشري تيكي تاع البيس تاع النهار تاع الخروج تاعك، ومن بعد في الروتور تشري تيكي تاع الدخول تاعك. باه هنا تصفي روحك. هذا بالنسبه للناس اللي راهم مقررين ان راح يكملوا يبقاو في فرنسا. المهم هذا هو ابسط حل يعني. هذا بغض النظر طبعا عن الزواج وعن دير ركور عن طريق المحكمة مع افوكا. المهم ان شاء الله تكون الرسالة راهي واضحة، ونتمنى ان
الناس كي تعلق ان شاء الله تكون راهي فاهمه برك باش ما نغلطوش خاوتنا. انا اذا انت تحاول تنتقدني ما كان حتى مشكل، المهم ما عندي حتى اشكاليه يعني طبعا بالاحترام، لكن المهم ان باه ما نغلطوش خاوتنا المساكن اللي راهم دايرين الامل اللي علينا وراهم يستناو باه يتحصلوا على الاقامه البرتغاليه بفارغ الصبر. الوغ دائما وابدا كالعاده كان معكم اخوكم انور فلوق، نتمنى نكون لكم من الناصحين، واتمنى ان شاء الله ان اي انسان عنده اي استفسار او اي سؤال يجيني على الانستغرام، الانستغرام مفتوح للجميع ان شاء الله. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.